اهلا بيكم. طبعا كلنا عندنا واحد منهم، درج الهلاك او درج الكراكيب. الدرج اللي مليان سلوك وانت خايف ترمي اي حاجه احسن تطلع مهمه بعدين. وطبعا مليون شاحن موبايل وكل واحد ليهم شكل، ولمده 20 سنه توصيل الاجهزه كان صداع ولخبطه ومزعج جدا. وبعدين فجاه وفي وقت قصير جدا كل ده اتغير. فيشه صغيره شكلها بيضاوي ظهرت وبدات تمسح كل المنافسين واحد ورا واحد. دخلت في اللابتوبات، في السماعات، في أجهزة الجيمنج، وأخيرا وبعد خناقة سياسية عالمية هنتكلم عليها كمان شوية دخلت في الآيفون. أنا بتكلم طبعا عن اليو اس بي سي. أنا يحيى ناجي، وبسم الله نبتدي. إيه اللي مخلي الفيشة الصغيرة دي مميزة للدرجة دي؟ هل هي مجرد للشحن؟ ولا في قوة أخطر مستخبية جواها؟ وعشان نفهم ليه اليو اس بي سي معجزة لازم نفتكر العصور المظلمة بتاعت التسعينات أيام زمان. لو بصيت ورا الكمبيوتر كنت هتحس إن أنت باصص على لوحة تحكم شريرة في فيلم خيال علمي، فيشة للماوس وفيشة للبرينتر وفيشة للجويستيك وفيش للكيبورد، ولا واحدة بتركب على التانية. وكل مرة توصل حاجة لازم تعمل ريستارت عشان تشتغل ويوصلوا على بعض. وبعديها ظهر اليو اس بي، ثورة حقيقية. قال لك فيشة واحدة لكل حاجة. وبرضه فترة وكانت الدنيا حلوة، ظهر اليو اس بي العريض المستطيل. ايوه هو اللي انت بتفكر فيه، اللي انت عمرك ما هتركبه صح من اول مرة. بس المشكلة ان الاجهزة صغرت والفيشة دي بقت كبيرة، وهنا الصناعة كلها اتلخبطت. ففي الاول صغروها شوية خلوها ميني يو اس بي، وبعد كده صغروها تاني خلوها مايكرو يو اس بي. بس المشكلة ان البرينترز فضلت شغالة بفيشة مربعة اسمها تايب بي، والهاردات الخارجية استخدمت فيشة غريبة شوية كده شكلها فيشتين في بعض اسمها مايكرو بي. وفي سنة 2013 حلم السلك الواحد كان مات رسمي، بقينا غرقانين فعليا في معجنة سلوك ملهاش آخر. وقتها بقى وحوش التكنولوجيا زي ابل وانتل ومايكروسوفت واتش بي فهموا ان كده ما ينفعش وما يصحش، لازم حل جذري. رجعوا من الاول عشان يبنوا مدخل واحد ويكمل للاخر. وفي سنة 2014 طلعوا لنا الحل، اليو اس بي سي. من بره تحسها مجرد اصغر شويه من المايكرو يو اس بي، بس من جوه السلك ده متوحش. خليني اشرح لك ليه. اليو اس بي القديم كان فيه 4 بنات، واحد للكهرباء وواحد للارضي واتنين للداتا، وخلاص على كده. انما اليو اس بي سي جاي جواه 24 بن في الفيشه الصغيره البيضاويه دي. والعبقريه بقى انها متماثله، البنات فوق زي تحت بالظبط، وعشان كده مفيش اتجاه صح واتجاه غلط. بتركبها وانت مغمض، السلك نفسه بيفهم هو راكب ازاي وبيعيد توجيه الكهرباء الكترونيا في نفس اللحظه. بس البنات الكتير دي مش بس راحت سعادتك، دي فتحت قوه خارقه اسمها الترنيت مود. هقول لك ليه. سلك اليو اس بي سي بقى مش بس لنقل البيانات، لا، ده بقى ممكن يبقى HDMI ويطلع لك صوره 4K، وممكن يوصل لك صوت عالي الجوده جدا، واهم حاجه بيشيل ويستحمل كهرباء تقيله جدا. وهي دي بقى الميزه في اليو اس بي سي باور ديليفري او البي دي. مخارج اليو اس بي القديمه كانت ضعيفه، بتطلع حوالي 2.5 واط بس، يا دوب تشحن بيها موبايل بالعافيه. لكن تحاول تشحن لابتوب بسلك يو اس بي قديم ولا اي حاجه هتحصل. انما اليو اس بي سي غير القوانين، وبقى بالبلدي كده بيفاصل مع الجهاز. الشاحن بيكلم الموبايل وبيقول له انت مستحمل كام واط. فلو سماعه مثلا بيبعت شحنه خفيفه، لكن لو لابتوب تقيل كابلات اليو اس بي سي الحديثه هتطلع لحد 240 واط. ده رقم مجنون بالنسبه لفيشه بالحجم ده. وعشان كده في لابتوبات حديثه دلوقتي ما بقاش معاها الشاحن الطوبه اللي قد كده اللي بيجي مع اللابتوبات القديمه، بقى هو نفس مدخل الموبايل، سلك واحد لكل الاجهزه. بس استنى لحظه، لو اليو اس بي كامل كده ليه اشهر موبايل في العالم وهو الايفون رفضوا تقريبا 10 سنين؟ المفاجاه بقى ان ابل نفسها كانت من اوائل الناس اللي استخدموا اليو اس بي سي على اللابتوبات من سنه 2015، بس على الموبايلات مسكوا في مدخل اللايتنينج. طب ليه؟ تحكم وفلوس. طالما المدخل بتاعهم يبقى انت مجبر تجيبه، وكمان هم اللي بيقرروا مين يصنع اكسسواراته ومين ما يقدرش. بس الاتحاد الاوروبي كان عنده اولويه تانية خالص، وهي النفايات الالكترونيه. كل سنة أكتر من 11 ألف طن شواحن قديمة كانت بتترمي في أوروبا لوحدها. طب ليه؟ عشان كل ما أنت بتشتري موبايل بتحتاج سلك جديد. فالاتحاد الأوروبي قال كفاية، وطلع قانون إن بحلول نهاية 2024 أي جهاز محمول بيتباع في أوروبا لازم يستخدم يو اس بي سي. ودي كانت الكش ملك لأبل، لأن هي ببساطة ما تقدرش تخسر السوق الأوروبي. والنتيجة إن مع الآيفون 15 مدخل اللايتنينج مات رسمي، واليو اس بي سي بقى أخيرا هو المدخل العالمي الحقيقي. طب هل اليو اس بي سي كامل من كل حاجة؟ خليني اقول لك تقريبا يعني 99%. بس في تركايه صغيره مستخبيه، ان مش كل السلوك زي بعضها. يعني ممكن جدا تنزل تشتري سلك رخيص يركب في الفتحه عادي جدا، انما مش هيديك الشحن اللي انت عايزه. الشحن بيبقى بطيء وما بيشتغلش على الاجهزه الكبيره، لانه ببساطه من بره نفس الشكل بس من جوه الاختلاف كبير جدا.
فانا نصيحتي ان انت تشتري سلوك محترمه او من مصدر موثوق عشان تديك السرعه والقوه اللي انت محتاجها في اجهزتك. بس اللي عاجبني في الموضوع دلوقتي ان برغم اللخبطه اللي فاتت في السنين اللي فاتت، اخيرا دلوقتي عرفت توصل ان انت تسافر بلابتوب وتابلت وموبايل وسماعه واي جهاز معاك وانت معاك سلك واحد بس. وفي النهايه لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك المجاني وتشترك في القناه عشان القناه توصل لاكبر عدد من الناس، وتتفرج على الحلقات اللي فاتت اللي مليانه معلومات اكيد هتفيدك. وما تنساش تكتب لي في الكومنتات ايه اقدم واغرب سلك انت لسه محتفظ بيه في درج الكراكيب. شكرا جزيلا وسلام.